خدي خدي خدي. ايوه كده يا سلام. ماشي. بسم الله. مش كل بيت فلوس. هنعمل ايه؟ ما هو ممكن رزقك يبقى انت حد اداك لقمه، حد اداك حاجه، حد مش لازم فلوس. من اول ابتدائي كنت بعمل حظاظات وابيعها، كبرت شويه بقيت مش عارف بعمل ايه. انت متجوز؟ الحمد لله لسه متجوز بقالي شهر كده. انا رحت الدرب الاحمر عشان اقابل اجمل شاب في مصر، شاب بياكل لقمته بعرق جبينه، الشاب المصري المحترم اللي لازم يكون نموذج لكل الشباب المصري اللي يسعى ويجتهد عشان يتحدى ظروف الحياه. يمكن عمل مشاريع كتير بس المشروع ده هو مشروع عمره، زي ما بيقول من تروسيكل صغير بيقدر يطلع كنافه رهيبه، وزي ما هو مسميها كنافة تلة، اسم غريب بس جميل. يلا بينا نتعرف على حسن وندوق كنافته ونسمع حكايته، وزي ما هو بيقول كله في الكنافة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ابو علي حبيبي عامل ايه؟ تمام الحمد لله. يعني انت منور الدرب الاحمر. حبيبي يا عم. يعني عشان اجي لك هنا ما شاء الله انت في اجواء رمضان هنا عاليه قوي جدا. بسم الله ما ما شاء الله. بتخرجش بقى. ايه الفتره دي اللي هي الوحيده اللي يعتبر بثبت فيها الشهر ده. يعني انت ده يعني هنا واقف هنا الايام دي واقف في الدرب الاحمر. اليومين دول بس بتوع قبل رمضان كل سنه متعودين على كده. ما شاء الله الناس الحمد لله بتجيلي كل سنه. اجواء عاليه قوي. حسن طبعا انا شفتك على الانترنت فقلت لازم اجي اصور معاك. حبيبي يا باشا. انت عامل مشروع حلو قوي بصراحه. حبيبي. تمام. هاي كنافه نابلسيه صح؟ ايوه. هنعمل واحده نابلسيه. الاول انت خريج ايه؟ انا بكالوريوس خدمه اجتماعيه. ما شاء الله. الحمد لله. واتوظفت يعني راجل متعلم. اتوظفت وظيفه مرموقه يعني اخصائي اجتماعي. والله العظيم. في احداث. يعني انت اشتغلت في التخصص بتاعك؟ قعدت سنه ونص شغال في. طب وسبته ليه؟ يعني روتين انت مش بتاع الروتين زي حالتنا كده. يعني هو ايه كده بحب اطير. ما بحبش اقعد في مكان. قمت عامل زلابيا. عملت الاول عربيه زلابيا. بص هو انا طالب في المعهد اصلا. اول ما دخلت المعهد لقيت عربيه فشار قمت مأجرها. عربيه فشار جوه المعهد. اول ما دخلت ده انت لسه كنت عندك كام سنه؟ يعني بتاع 19 سنه كده ولا اول ما دخلت المعهد. حلو. بدات بالفشار بس انت في البدايه قلت لي انت كان عندكم محلات ايه الاول؟ احنا كنا عندنا محلات حداد وبيات. حداد وبيات. انت اللي كنت ماسكها؟ كنت انا وعمي. وبعد كده وانا صغير واقف معاه في المحل يعني. بس لما كبرت حسيت ان انا برضه ايه مش مكفيني. انا عايز ابقى لوحدي. ما بحبش ابقى. تحب انت تطير على طول. ما حدش يبقى مالكني. تبقى طاير كده. خد يا حاج. استنى اقول لك عليها. ده شغل عالي يا حسن. دي شوكولاته بيضه دي شغل جامد. ما هي دي اسمها مش هقول لك. مش هقول لك؟ شوف الحاجه بقى تقولي عليها ايه. مش هقول لك ومش هروح. ما انت مسمي مش هقول لك وواحده رايقه وواحده موت وكنافه على مزاجي. دي الزباين هي اللي قال يعني. هم اللي اخترعوا الاسامي. في زباين بتخش تقول لي اعمل لي واحده كده واحده كده واحده كده. حلو. ومش يعني هقول لك دي كان زبون عملتها له. انا كنت باكل الكنافه دي وما كنتش عملت لها اسم. هو اللي قال لك المكونات بتاعتها؟ لا انا اللي كنت عاملها. تمام. بس ما كنتش عامل لها اسم فما كنتش عارف اقول للناس ايه. فواحد عملتها له قال لي اعمل لي واحده على مزاجي. قال لي طب اعمل اسمها ايه عشان لما اجي لك المره الجايه اقول لك على مزاجي. قلت له مش هقول لك. مش هقول. بس ساعتها وهي اسمها مش هقول لك. حلو. قول لي بقى كمل. يعني بعد الحداد والبيات حبيت برضو انت تعمل مشروع خاص لوحدك؟ لا دخلت المعهد بقى وقضيت سنين المعهد وخرجت من المعهد اتوظفت. وانا في الوظيفه اتعلمت الزلابيه. مين علمها لك بقى؟ واحد فاتح اسمه هنري. كان كله هنا في الدرب الاحمر؟ لا مش في الدرب الاحمر. ده كان في بولاد. دخلت عليه علمني الصراحه. من ساعتها انا نفسي اي حد يخش يعلم بس ما حدش بيجالي. ما حدش. ما شاء الله عليك. الحمد لله يعني. وجبت عربيه زلابيه واشتغلت؟ قبل ما اجيب عربيه زلابيه كنت صنايعي زلابيه. لازم ابقى صنايعي صاحب الشغلانه. اتعلمت الاول الشغلانه. ما ينفعش اجيب شغلانه وانا مش فاهم عنها حاجه. صح. لازم تخش تاخد. ومش هقول لك بقى من اول ما اشتغلت نجحت. لا اول ما اشتغلت كانت الدنيا جميله وبعد كده وقعت. مش لسه ما زي اي حاجه في دروبات بتحصل. الاستمرار بقى هو النجاح. يعني انا النهارده لما اقول بقالي 8 سنين احلى ما كنت بقول بقالي سنه بقالي سنتين. ولسه مستني. خبرات عندك بقى عليت يعني. ما اللي بنتعلم مش هنفضل طبعا كلنا بنتعلم في يعني كلنا. كل يوم بعمل حاجه جديده. انا كل يوم بعمل حاجه جديده. كل يوم مش زي التاني لان انا كل يوم في حته شكل. ما بتقفش في مكان. لان انا اول ما اشتغلت الزلابيه دي وقفت عندنا في المنطقه هنا. احنا يا جماعه في الدرب الاحمر اللي تحت الرابع يعني عند فوانيس رمضان كلها يعني. حلو. المنطقه اصلا يا حسن تساعدك ان انت تقف والناس هنا تمام زي الدنيا زحمه هنا جدا. بس لنا حبايبنا واخواتنا يعني. الناس بتعمل معانا فوق الصح بتوقفنا وقفتنا حلوه يعني. زي الفل زي الفل. هتعلمني؟ ربنا يوسع عليك حبيبي. انا بقالي 8 سنين بدور على حد يتعلم الشغلانه دي. علمني. انا عمري ما حد عمل اشتغل على العربيه
مش عارف ازاي هو فين. الشيف الشربيني ايه المهم مدام نام. طب يلا خد. ويا يا بلادكم كمية الكنافة دي ازاي؟ ان شاء الله عشان هي عريضه كده للخط. بص يا باشا انت شايف خدي خدي ايوه كده يا سلام. ده جايبه للمبتدئين. ماشي شكرا. شفنا حسن وهو بيعلم الجماهير ما شاء الله، علمهم الكنافه والانسه عملتها، هي اللي هتاكلها وهي اللي هتحاسب عليها. طلعت وحشه بتاعتها، طلعت حلوه بتاعتها. احنا بتاعتنا فين يا صاحبي؟ اهو يا باشا بيستوي. ايوه انا زبون عادي يعني، بس جاي مخصوص. ايه يا عم عايز ايه؟ طبعا انت يا باشا. جاي منين الاول؟ انا من جنة. اجدع ناس. هدوق ولا اكل يا باشا الاول؟ اللي انت تحب عايزه. ادوق ولا انا برضه هصيطك على فكره؟ والله هدوق الاول. طب حط لي الشوكولاته ولا انت قلت مش عايز شوكولاته؟ مش عايز شوكولاته بيضه. عايز شوكولاته؟ كان من هنا انا من جون شرقيه. والله. جون جنب لوكسور. ايوه سياحه. طبعا. ما شاء الله عليك. تور جايد صعبك أول مرة يعني. تيجي هنا؟ لا يا فندم، انا كل اسبوع في القاهره. ان شاء الله. يعني انت دايس انا جامد. بس اول مره اجي اكل هنا عند الراجل شوف ده. بقى وقول لي رايك فيها ايه بعد ان شاء الله خير حبيبي يا يا باشا، رب. ولا انا والشيف هتنورني في اي وقت. بجد جميل عسل. طب انا عايز اشكرك يعني على اللحظات اللطيفه دي، يعني انك انت سمحت لنا نخش في الفيديو بتاعك دوق كده. الأول. الله ادوق. طبعا بتقول ايه حاجه الكنافه دي؟ جامده والله. بتقول ايه قول بحبك. جماعه عشان قول التصوير. بحبك. تمام؟ يا عم تمام، احنا ناخده يفتح فرع عندنا في بلدنا. والله عندي هجيلكوا زياره، المشكله ما هي دي من المراحل الجايه. يعني انا لسه في دماغي عربيه ان انا الف بيها ايه بقى، بدل ما انا بلف هنا دولي الف بقى. دولي. انت في رمضان بتعمل ايه بقى يا حسن؟ رمضان بيبقى اغلبيه شغلي ايفنتات. بعد الفطار ولا قبل الفطار؟ لا ده من اول اليوم بقى، عشان بجهز الشغل. بيبقى ايفنت، حفله، فطار جماعي، فندق بقى، على حسب ما ربنا بيسهل. يعني بيبقى مش هنا. ببقى شغال اليوم اللي ما عنديش فيه ايفنت ببقى شغال في الشارع. يعني انت اغلب الحاجات بتطلع افراح وحفلات وقصص. هي بتبقى بتسهيل ربنا، طبعا. بس بيبقى يعني اغلبيه الشغل في الشارع. يعني ممكن تيجي لي مثلا بعد بقى الفيديوهات دي ممكن الموضوع يتشير اكتر، لان انا كنت مشهور في يا رب المنطقة. اكون سبب يا حسن. ما تروح حتت كتير وتسافر بره مصر كمان، تعمل لهم الكنافه العسل دي. مش هقول لك اهي، شايفينها؟ النوتيلا، بس انا عايز لك نوتيلا كده. حلو حلو. لا بس التصوير وبتاع، مش هم بيعملوا كده في التصوير وبيحطوا حاجات زياده؟ لا يا راجل. لا بس انا بقول انت اللي هيجي هتحط له كل ده. ماشي. بسم الله. ايه الجمدان ده حسن؟ بجد حلو قوي. انا اول مره اكل كنافه جواها الحاجات دي اصلا. هو مفيش، انا اللي عامل الكلام ده، مش عامل الكلام ده. يا اوريو جوه الكنافه. يعني تخيل انت بتاكل اوريو جوه الكنافه، تاكل قشطه، مكسرات، عسل. بقالي كتير قوي ما اكلتش كنافه. لا بترفع معايا يعني باكل بجد بجد حلوه قوي قوي. انا كنت بمشي الشارع في الاول ما حدش يعرفني، بمشي ازق في مصر الشارع. كلها تعرفك يا حسن ان شاء الله. بسبب الفيديو ده عايزين كل الناس يجوم على حسن، ان انت راجل الاول محترم، دارس، فاهم، عامل العربيه شكلها شيك جدا، النظافه طبعا عندك عاليه جدا. فكل الحاجات دي مقومات لنجاح، انا بحييك عليها جدا يا حسن والله. الحمد لله، وربنا توفيق من يرزقك. ربنا في الاول وفي الاخر. يعني احنا لازم تسعى وبعد كده النتيجه مش بتاعتك. ما فيش يوم ما نزلت ما بعتش يا حسن. كتير. بتعمل ايه بقى؟ بتحصل ايه؟ بروح الحمد لله. تحمد ربنا وما الحمد لله بتحصل. مش كل رزق فلوس. صح. هنعمل ايه؟ ما هو ممكن رزقك يبقى انت حد اداك لقمه، حد اداك حاجه، حد مش لازم فلوس. صحيح. الصحه كفايه، الصحه رزق. طبعا لا، دي حاجات اساسيه لازم نحمد ربنا عليها، من غير ما مش كل بقى لما تنزل الشارع يبقى انت همك فلوس بس، لان اللي بيدور عليها ما بتجيلوش بسرعه. طول ما انت مهتم تجيب فلوس مش هتجيلك بسرعه. ربنا يوسع عليك يا حسن. الحمد لله. والله العظيم انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده، وبتمنى كل الناس تيجي لحسن وتتصل بيه على رقم التليفون اللي هيظهر قدامكم دلوقتي ان شاء الله. ربنا يوسع عليك يا الحمد صاحبي، لله. وانا مبسوط اني شفتك حبيبي يا النهارده. باشا، اتشرفت بيك. واحلى تحيه للشباب الجدع، واحلى تحيه لحسن. ربنا يا رب يرزقه ويكرمه واشوفه احلى براند في مصر كلها. يا رب. اتشرفت والله توفيق بيك. من ربنا. حبيبي. اسمنا كنافتيلا، يعني انا شغال على كنافتيلا. هي كنافتيلا، حلو قوي الاسم ده والله. كنافتيلا. ربنا يبارك لك يا حسن ويرزقك ويوسع عليك، وانت مثال للشباب المحترم المصري الجدع اللي بياكل لقمته بعرق جبين. الحمد لله، مفيش احلى من الحلال. حبيبي نشوفك على خير يا صاحبي.